كل ما نحصل في هذا الصيف نوض ندير كسره محشيه تجي بزاف بنينه بلا لحم بلا دجاج بواحد التكتوكه هايله. قولوا لي نتوما كي تحصلوا واش ديروا، ما تنساوش تبارطاجيوها وديروا لها حفظ. الحاجه الاولى نوجدوا التكتوكه باش نخلوها تبرد، في مقله ندير شويه زيت الزيتون، 3 حبات بصل مقطعين رقيق مع حبه فلفل احمر وحبه فلفل خضر، نقليوهم نزيد لهم الملح فلفل الكحل عكري والحار، راح نضيف لهم 3 حبات طوماطيش نحي لهم لابو والزريعه نقطعهم رقيق ونخليوها طيب ونخليوها تبرد. نروحو نوجدوا العجينه. في جفنه نحطوا 2 كيلات سميد رطب مع كيله فرينه، الملح، مغرفه صغيره خميره فوريه ومغرفه صغيره سكر ونص مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه. نبسوها بربع كاس زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت عادي، ونلموها بكيله تاع ماء دافي، نغطيوها ونخليوها ربع ساعه، نعاودوا نوليو ليها ندلكوها واحد 5 دقائق حتى تولي لنا طريه. نشعلوا طاجين يسخن على نار متوسطه ونبداو نحلو في الكسره. السر في الكسره محشيه انكم تحلوها رقيقه، راح نديروا طبقه متكشوكه باش نزيدوا البنه، راح نستعملوا لا بورسيون من عند بغبغ. كل ما تكثروا راح تزيد تبنن. هاد المره بغبغ حطت لكم حاجه مميزه في لا بورسيون، راح تصيبوا فواصل، في كل فصيله تصيبوا تاريخ وقصه طبخه لكل ولايه كيما بسكره الطبخه المميزه تاعهم الدوباره. بهذه الفصيله راح تقدروا تشاركوا في مسابقه دارتها لكم بغبغ، تقدروا تربحوا فيها 2 لوحات ذكيه. باش تشاركوا سهله مهله، صوروا الفصيله اللي لقيتوها في علبه بربر وتشاركوا قطعه من الجزائري تحت لكم في تعليق في الفيسبوك او في ستوري في الانستغرام وطاقيو صفحه بغبغ. حطيت الكسره بالطبقه الثانيه، سوديت الطروفه وحطيتها طيب لي دو كوتي. ما تنساوش تجربوها. سلام.